السلام عليكم وأهلا وسهلا وشكرا إنكم رجعتوا تتابعوني وتسمعوا قصة جديدة وحكاية جديدة ناخدوا منها عبرة وناخدوا منها عظة لكل حد باش حتى الإنسان يحاول إنه هو يصلح من نفسه ويهذبها. حكاياتنا من الواقع اللي احنا عايشينه، مهمتنا إن احنا ننصحوا صاحبة القصة وفي نفس الوقت نستفيدوا من تجارب غيرنا. تقول صاحبة القصة: تبدأ حكايتي من لما بوي وأمي تزوجوا. أمي لما تزوجت كانت صغيرة طفلة، كانت تلعب زيها زي البنيات في الشارع ومع الصغار. طبعا في الوقت هذا كانوا للأسف الأهل يزوجوا في بناتهم هلبة صغيرات. أمي تزوجت عمرها 13 سنة، يعني هي قاعدة صغيرونة. خداها أبوي، طبعا أبوي كان أكبر منها في السن في العشرينات، ولما تزوجها سكنها في حوش العيلة. وتعرفوا من ساكن معاها 5 شباب، مع أمه وأبوه، يعني حوش ما شاء الله مليان بالرجالة ومليان بالخاش والطالع. وقداش ما أمهاتنا انظلموا لما كانوا صغيرات، كانت تغلط وتتعلم، لكن الله يسامحها حناي ما رحمتهاش، كانت تسمعها الكلام في النهار، ولما أبوي يروح في الليل تعبي لها راسها ويضربها ويخليها راقدة ودمعتها على خدها. واستمرت حياتنا بالشكل هذا، وأمي تخدم في عزوزتها وشيبانيها والشباب ال5 اللي معاها في الحوش أكيد، وسادسهم بوي. وجابتنا أني وخوتي، طبعا احنا زوز أولاد و3 بنات. عندي خوي الكبير وبعدين احنا البنات ال3، ورقم 5 كان خوي الصغير. ربتنا وخدمت علينا وكبرتنا إلى غاية ما شاء الله ولينا كنا واعيين وداركين. نجول لخوي الكبير، بالنسبة لخوي الكبير يعتبر رباية العيلة، دلوع العيلة. آخر همه أمي شن تعيش وشن تحس. على راسها على طول أختي الكبيرة، تعتبر الأم التانية لينا، الحنينة واللي تداري فينا واللي تعتبر السند لأمي والظهر اللي تتسند عليه. وقفت معاها وساعدتها في تربيتنا وخدمتنا برموش عيونها. بعد ما كبرنا شوية، بوي طبعا خدي حوش تاني وانتقلنا ليه. طبعا أكيد مش بطيب خاطر ولا راضيين أماليه، لكن الله غالب، العائلات كبرت وإحنا كبرنا وعم يتزوج حتى هو وجاب صغار، فاضطر بوي إنه هو ننتقلوا لحوش تاني مش بعاد عليهم. انتقلنا غديكاية، لكن المشكلة وين؟ المشكلة إن أبوي قاعد بنفس الطبع، قاعد معاملته مش كويسة مع أمي ويمد في إيد عليها. ومش أمي بس، حتى إحنا عملنا بنفس المعاملة. واستمرت الحياة بالشكل هذا إلى غاية ما بوي طيح المرض. لما مرض بوي، تحسبوا القمة لي؟ طبعا لا. أساسا بوه وأمه كبروا في السن، وأخوته كل واحد لهي في حياته ومحدش لهي بيه، فما لقي إلا أمي الحنينة. وقفت معاه وسانداته وخدماته، وإلى غاية ما الفليسات اللي كان جايمهم على غير طريق تموا، فاضطرت هني تخدم. طبعا تتوقعوا ان ماليه يبعتوا لها فلوس ولا يبعتوا لها في مصروف علاجه؟ طبعا لا. واحنا ما شاء الله 5 صغار، يعني لازم نبوا حد يخدمنا ويصرف علينا. اضطرت امي تشتغل. وشن هي الخدمة؟ اشتغلت عاملة نظافة في مدرسة، يعني تحاول ان هي تلقط قرش الحلال بأي وسيلة. لكن شنو الضريبة اللي صارت معنا احنا؟ الضريبة ان هي هملتنا احنا، قعدت بين خدمتها وبين انها هي تعاني بوي، ويا دوبك تلحق ان هي ممكن تطيب لنا وجبة غداء او ما توكلنا ولا تغسل لنا حوايجنا. نظافتنا الشخصية ولت معاش بالمستوى الأول. ولينا ديما مبهدلين، ممكن نمشي عادي حتى للمدرسة أنا وأخوتي شعرنا مش مخلص. الكلام هذا أنا قاعدة نقول لكم، راهو أختي الكبيرة تعتبر 5 ابتدائي، وإحنا نعتبره 3 وتاني ابتدائي، وأخوي الصغير سنة أولى. يعني أني أختي الكبيرة تحملت المسؤولية وهي يا روحي قاعدة طفلة. قعدنا بالوضع هذا إلى غاية ما وصلت للمرحلة الثانوية. لما وصلنا في الثانوية أني وأخواتي مع القراية بدنا نشتغلوا، كل واحدة شدت مجال واشتغلت فيه. بعد ما نكملوا قرايتنا نروحوا نتغدوا وكل واحدة تمشي لشغلها. في مكان شغلي كان في شخص معي يشتغل، هو أكبر مني في السن حوالي 12 سنة، لكن كان في تبادل أعجاب، تبادل أعجاب بالنظر.
ما فيش مخالطة، ما فيش كلام، ما فيش اعترافات، فقط إن إحنا في تبادل إعجاب بالنظر. استمرت القصة هدية فترة طويلة، نقولوا مثلا فترة سنة ونص، إلى غاية ما جي يوم قال لي أنا نبي ناخد هدية لمرتي، تعالي أنصحني شو ناخد بالضبط. أنا هني انصدمت. طبعا الفترة اللي فاتت كلها هو صح ممكن ما صارش حوار بيني وبينه، لكن واضح نظرة الإعجاب منه ومني. اسكتت وتمشيت مع الموضوع هدايا عادي، يعني أني من داخلي كنت راضية، حابة أني أني نستمر في نظرات الإعجاب هذه، وما عنديش مشكلة إنه هو متزوج. وحتى هو بنفس القصة استمر معاي، وبدأ الإعجاب واضح، معاش قصة نظرات بس. إلى غاية يوم أمي جتني زيارة لمكان الشغل متاعي، ولقتني أنا وزميلي مقعمزين، وحست لما كنا مقعمزين إن في حاجة بيني وبينه، يعني في تجاذب منها. لما روحت للحوش طبعا كلمة خوي الكبير وضربني وعاقبتني، وكأني أنا درت جرم كبير، بالذات لما عرفت إنه هو متزوج، وخلتني نبطل من الخدمة وبس نمشي للمدرسة ونروح. استمرينا بالوضع هذا كم شهر إلى غاية ما السنة الدراسية تمت. هني معاش قدرت يعني على المصاريف، وبالنسبة لي يعني لأنني كنت نسند فيها ونعاون فيها في الشغل، فاضطرت إن تخليني نرجع نخدم مرة تانية. ورجعتي كانت بشروطهم. رجعت رجعت علاقتي طبعا بالشخص اللي حكيت لكم عليه، واستمرت بالوضع هذه حوالي 3 سنين. في الفترة هذه طبعا مرت حملت، زعلت وتضايقت، لكن الله غالب، هذه سنة الحياة. ولدت، وبعد ولادتها مباشرة حملت بطفل تاني، ومع هذا أنا قاعدة نبيه وقاعدة مستمرة في علاقتي معه. ومن كتر ما أني نحبه رضيت أني أني نقعد بس نستنى إنه هو أمتى يرضى لي. لا جي تقدم لي ولا جي أحاول إنه هو يدير بادرة بقصة زواج، لا، هو قاعد عايش حياته طبيعية، وأني قاعدة نحب ونتأمل. لكن يوم اللي نسمع إن هي حامل بالمرة الثالثة، أنا هني قلت ستوب، انهيت علاقتي بيه وسيبت الشغل، وقعدت فترة في حوش أهلي ومعاش بيت كلمة نهائي. الفترة هذه أني أختي الكبيرة انخطبت، وكانت فترة اللي نجهزوا فيها للعرس، وباش نلهي نفسي قعدت مع أختي في تحضيرات العرس إلى غاية ما جاء اليوم اللي تجوزت فيه ومشت على حالها. بعد فترة طبعا رجعت نشتغل، لكن في مكان تاني. حاول إنه هو يتصل طبعا بيا كذا مرة. ففي مرة كلمني، طبعا لما شفت رقم تليفونه مش قادرة نوصف لكم الإحساس اللي أنا حسيت بيه، حب وشوق، وفي نفس الوقت أنا مجروحة. حاول إنه هو يرجع العلاقة، لكن بعد ما رديت عليه، لكن أنا وقفته. قلت له بصراحة أنا مش مستعدة إني نقعد على الرف وإنت عايشة حياتك وما شاء الله تكونت أسرة وعندك توا بدال العيل واحد 3 صغار. أنا معاش يساعدني، أي نعم أني الوقت هذا قلبي معصور، لكن لازم نخطيها الخطوة هذه. سكرت عليه التليفون وتخلصت من الشفرة متاعي، واستمرت حياتي بالشكل هذا. لكن يعلم ربي قديش ما أنين قاعدة نتألم من داخل. بعد حوالي شهر من الموقف اللي صار، عندي ولد خالتي كان في إعجاب منه هو لي يعني، لكن طبعا ما كانش الوضع متبادل. جي هو وأمه خطبوني. الحق أني وافقت على طول. ممكن أني كنت حابة نطلع من الأجواء اللي أني فيها، حابة نهرب باش حتى معاش نفكر في الشخص اللي كان شغل لي بالي. وقعدنا مخطوبين حوالي 6 شهور. بعد 6 شهور خلاص قرر إنه هو يبي موعد للعرس. طبعا أني لما قال لي عليه موعد العرس كأني كنت في غيبوبة وفقت منها. أهني حسيت روحي أني لازم نوقف القصة الزواج هذه. أنا ما نبيش، يعني قعدت نحاول نقلب فيها في راسي، أنا فعلا الشخص هذا ما نبيش، مش طايقاته، مش حابة إنه هو يكون شريك حياتي. الحق هو الفترة اللي فاتت كلها شنتبي اللي أنا نبيه يحضر على طول، وصلنا إلى غاية الناس حاسدتني عليه. المهم قررت إني أنا نواجهه. كلمته قلت له في إمكانية إنك أنت تجيني باش حتى نبو نتكلموا في بعض النقاط. قال تمام، وجاني
وهني كانت الصدمة بالنسبة لي، وأني انصدمت في شخصيته التانية اللي أني ما نعرفهاش. قعمزنا مع بعض، وطبعا هو كان متفائل إني أني نبي نتكلم معاه في قصة أمتى موعد يكون العرس. اتفاجأ لما قلت له أني نبي نسكر الموضوع هداي، وإنت ولد خالتي وبس، ومش حابة نكمل في موضوع الزواج. حاول معاي يمين حاول يسار، لما لقيه الرفض مني نهائي هني بين لي وجهة تاني، وكأنه لابس قناع ونحاه. ومن الأخير قال لي كان مش ليا مش حتكوني لغيري، واحلف إن لو اطلع من الباب هذا حيشوه سمعتي. طبعا أنا في الأول ما صدقتاش، يعني شن بيدير شن آخرها وين بيوصل بالضبط. قلت لا براحتك، واللي تبي تديرها ديرها، ومشي وطلع وخبط الباب وراه. ويا محل الشعور بالنسبة لي يعني غمة ونزاحت. وتاني يوم كان أحلى يوم بالنسبة لي، يعني ماشية للشغل وأني مبسوطة وفرحانة وناسية كل هموم الدنيا. بديت نشتغل شوية ورن علي التليفون. بسم الله ماما شن تبي؟ كلمتها ألو ألو، تعالي روحي توا توا. طبعا لما قالت الكلمة هذه أنا على طول شرنت في راسي كلمته إلا ما نشوه سمعتك. استأذنت من المدير وطلعت جري للحوش، وأول ما فتحت الباب نلقى منه في الحوش، نلقى أمي مقعمسة مع خالي. وما نحسابش أمي لما تشوفني كيف تطير وتجيني وتشدني تعرفوا من وشاحي، وهي تهذب وانتي شندرتي فينا وانتي فضحتينا وانتي. أنا استغربت حدني نقولها بس سيبيني خليني في حالي شنفيش صار. جي خالي طبعا حزني من أمي، وجي قال لي تعالي يا بنتي انتي غلطتي مع ولد خالتك. شوي قعدت نبكي، شن تقول يا خالي شن هالكلام اللي تقول فيه؟ أنا شن ما تعرفنيش؟ أنا بنت أختك. أني قال لي راهو ولد خالتك قال الكلام هذا لما ليه، وأختي اللي هي خالتك كلمتني وقالت لي الكلام هذا، وهو الحق قاعد متمسك بيك لكن خالتك ما عادش تبي. طبعا نار ركبتني وقلت له توا يا خالي أني نبي نمشي أنا وياك لدكتورة نسائية وبعدين الكلام معاه. وطبعا ما خليت ما قلت عليه، وقلت لهم لو كان آخر واحد في هالعالم هذا لو نعنس لو نقعد نضفر الشيب هالمخلوق هذا ما ناخده. الحق هني خالي وأمي صدقوني، لكن بعد شني بعد مسيرتي ولت على لسانات الناس اللي يسووا واللي ما يسووش. الحق في ناس تعاطفوا معي وصدقوني وكانوا سانديني، وفي ناس انتوا عارفين إلا ما يكون فيه بشر تحب تغوص في هالأمور هذه. رب إن شاء الله يسامح الجميع. إلا ولد خالتي دعيت عليه وقلت يا رب وريني فيه أيامات لا نبيه يتهنى ولا نبيه يرتاح، واسقيه من نفس الكاس. خلاص عشت أيامات، طبعا أنا من ودهمش حتى للعدو، فكنت باش نطلع من الحالة اللي أنا فيها نمشي مرات أختي تجينا. طبعا علاقتنا حني ومالي زوج أختي كانت علاقة قوية، فبدأ في تواصل بيناتنا. كان عندها سلفها الصغير هو أكبر مني في السن لكن يعتبر أصغر من رجلها. كان إنسان هلبة محترم وإنسان بشوش ويحب العلاقات الاجتماعية، ويحب لما نتلاقوا يكون مشاركنا الجلسة. فالشاب هذا بديت أنا وياه ناخد ونعطو مع بعض، صداقة تكونت بيناتنا. الحق يعني كان هلبة مؤدب، وفي نفس الوقت أنين كل احترام. بعد مرور تقريبا سنة من الموقف اللي صار لي مع ولد خالتي، والحمد لله قدرت أني نثبت براءتي والناس صدقتني، يكلمني أخوي ويقول لي راهو فلان جاي خاطبك. تعرفوا من هو فلان؟ تفكروا الشاب اللي حكيت لكم عليه المتزوج وقلت لكم قعدت فترة أني وياه وبعدين سيبته؟ بالضبط هذا هو نفسه جي خطبني من خوي. شنو تتوقعوا أني أنا تصرفت؟ رفضته. أني لازم نرفضه. ليش جايني توا؟ لما أموره هو ومرته بدت شوية تتلخبط وتصير بيناتهم مشاكل،
تفكرني. وأنا قلتها له أني مش حنكون لك مركونة على الرف، وأمتى ما تبي تجيني. طبعا هو انصدم، ما توقعش اللي أني حنرفضه. أختي لما سمعت إني أنا في ناس جايين بيخطبوني، فكانت يوم عند مالي راجلها وفت قعميزة، جابت السيرة وقالت لهم راهو أختي جايها ناس يخطبوا فيها. فمين كان مقعمز معاهم؟ كان سلفها مقعمز معاهم. أهني جاي قال لها ستوب، أني راهو عجبتني أختك ونبي نخطبها، ونستنى بس الوقت المناسب باش نمشي نتقدم لها. طبعا أختي تفاجأت، ما توقعتش إنه هو يبيني، وحتى أني تفاجأت لما قالوا لي راهو فيه الموضوع 1 2 3، اللي نعرف إن احنا صداقة. ما توقعتش إنه هو كان في باله موضوع زواج. فلما عرف اني اني رفضت الشخص اللي جاي تقدم لي على طول، يعني تقريبا اسبوع، وكان هو وماليه جايين عندنا جو تقدموا رسمي. انا وافقت لانه هو انسان محترم، جدير بان نكمل حياتي معاه. الحمد لله تزوجنا. هو كان يشتغل، وكانت ظروفه تعتبر متوسطة الحال. في الأول أخدينا شقة فجبت فيها زوز صغار، وبعدين ظروفها اتحسنت والحمد لله. بدال الشقة خدينا فيلا. إنسان يخاف في ربي ولله الحمد. ففي فترة قعدنا معاش نتواصلوا مع حوش خالتي بعد ما طبعا صارت المشكلة اللي حكيت لكم عليها. يعني حتى في عرسي ما جوش حضروا العرس. لكن شنو تتوقعوا صار مع ولد خالتي؟ تزوج وجاب زوز صغار توأم. بعد سنة من زواجه يكتشف إن مرته عندها تليفون تاني قيمتها عليه، وفي مكالمات بينها وبين شخص قريب منه، صاحبه الروح بالروح. ويا سبحان الله، ربي سقاه من نفس الكاس. حياته قعدت كلها فضايح، لا توا قاعدين في المحاكم، وربي يستر عليهم وعلينا. وهذه قصتي حكيتها لكم باش تستفيدوا منها، لكن نتمنى انكم انتم ما تفهمونيش غلط. لما كانت عندي علاقة مع الراجل الأول كانت علاقة جدا محترمة، في أي نعم إعجاب وحب، لكن ما عمري كانت غايتي من أني ناخد واحد من مرته. أنا ممكن اللي مريت بيه مع أبوي كيف كان يعامل في أمي، ولقيت شخص حن عليا وعاملني معاملة كويسة، فممكن هذا علشان اتعلقت بيه. قصتي تقدروا تستفيدوا منها من عدة جوانب. تستفيدوا من الناحية المعاملة الطيبة، لازم الاحترام والمعاملة الطيبة للزوجة تكون حاضرة. قصة المرأة المكافحة اللي كافحت على خاطر رجلها اللي كان دارها، وكافحت على خاطر صغارها باش تعيشهم حياة كريمة. قصة الإنسان لما يستغل طيبة غيره وحبه ليه، لما يضطر انه هو يشوه سمعته باش يوصل للغرض اللي يبيه. وكيف المعاملة السيئة لما تضروا بها حتى صغاركم، انتم مش قاعدين تضروا بها زوجاتكم بس. ان شاء الله الحكاية اليوم تعجبكم، ونتمنى تستفيدوا منها زي ما قالت صاحبتها. وفعلا مدام حيين يا ما نسمعوا ويا ما نشوفوا. واستنوني ان شاء الله في حكاية جديدة وقصة جديدة، في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.